شقة الطالب عادل عبد العظيم من فضلك؟ ايوه يا فندم، وانا والده. اي خدمه؟ ممكن بس اساله عن ابني؟ ابنك؟ ايوه، اصله لغايه دلوقتي ما رجعش من المدرسه. مش معقول، دي الساعه دلوقتي قربت على 4. وقالوا كان خارج هو وعادل. ما اظنش اعرف عنه اي حاجه، ومع ذلك نساله. عادل، يا عادل. نعم يا بابا. ما شفتش احمد يا ابني؟ احمد غريب كان خارج وياك من المدرسه. ايوه، هو خارج معايا من المدرسه صح، بس انا بعد كده مشيت لوحدي وهو لوحده. ما قالكش رايح فين ولا كان مع مين؟ ابدا ابدا يا عمي، ما عرفش حاجه. يعني يكون راح فين بس؟ ده احنا قلبنا عليه الدنيا. مش عارف يا عمي، مش عارف. طيب يا ابني، كتر خيرك، اروح ادور عليه تاني. عادل، نعم. بقى بذمتك ما تعرفش ايه اللي جرى لاحمد غريب؟ انا ماليش دعوه. قصدك ايه يا عادل؟ انت تعرف حاجه؟ ما لاحظتش انه كان مضطرب وهو كان بيكلم الراجل؟ اتكلم يا ابني. اصل يا بابا، انا كنت خارج انا وهو صحيح، ومشينا ناحيه البحر. كويس. وقال لي تعالى ننزل نعوم في الميه. قلت له لا، ما اقدرش. وهو قلع ونزل. وبعدين؟ لقيت الميه جرفته لجوه. انا خفت وجريت. وتجري ليه؟ مش تنادي حد ينقذه ولا تعمل اي حاجه؟ يعني تسيبه يغرق؟ بابا مفهمني، ماليش دعوه. استاذ عبد العظيم، عاوز ايه بس؟ هو اللي قال له انزل البحر؟ سابه يغرق. عيل خايف. خايف من ايه؟ فيها حاجه لما ينادي اي واحد ماشي ويقول له الحق؟ بقول لك خايف. طب ويخبي على الراجل ليه؟ ما قالوش الحقيقه ليه؟ ده بقول لك خايف. خايف ولا انت اللي معلم؟